السلام عليكم، معكم ميرو مختار. عاملين ايه النهارده؟ كده هنقدم حاجه كده لذيذه ومفيده للاطفال. هنعمل مربى الجزر بما اننا في موسم الجزر. يلا بينا ندخل ونشوف طريقتنا بسيطه جدا وسهله جدا جدا. اول حاجه، على حسب بقى كميه الجزر اللي عندك. انا هنا عندي كان حوالي 3 كيلو كده من الجزر، وكيلو ونص من البرتقال. البرتقال ده هنعصره. الجزر الايام دي رخيص جدا، يعني في بيبيع الكيلو ب5، اللي هو كيلو يبقى نضيف كده وما تنقهوش، وفي اللي هو الكيلو ونص ب5. شوفي بقى على حسب امكانياتك وهاتي انتي واعمليها في قلب البيت، الاولاد هيستفادوا منها جدا. طبعا الجزر بشرناه، نضفناه بشرناه زي ما احنا شايفينه كده. عندك انت البشرة اللي هي الكهرباء، تمام، يبقى تمام اوي اوي اوي. ما عندكش استعملي ايدك. معايا هنا كيلو ونص من السكر، هو معروف الكيلو الجزر عليه نص سكر. عايزة تزودي عن كده تمام زودي، بس هو كده بالنسبة لنا سكره حلو جدا ومظبوط. تمام، انا حطيت هنا كيلو ونص من السكر، وهقلبهم كده مع بعض بحيث ان السكر يندمج مع الجزر. وكمان انا مش هبيته فيه، انا هولع عليه على طول. طيب كده مش هيسيبوا حاجة؟ لا، مش هيسيبوا اي حاجة خالص، وهيعيد معاكي وما تخافيش. شايفين هنا انا بحاول ان انا اخلي الجزر كله يتغلي، يبقى متغلف كله بالسكر، بحيث ان انا لما احطه على النار يبقى السكر يسيح معايا بسرعة ويدوب بسرعة معايا. مربى الجزر مفيدة جدا، لو اولادك ما بيحبوش الجزر مثلا ياكلوه كده او اي حاجة، جربي اعملي ليهم مربى وهيعجبهم او وهيطلبوها منك على طول. طيب الكمية دي ما هتبقاش كتير ابدا، ما هتبقاش كتير. هو انت هنا بس للبشر بتاع الجزر ان هو مالي الحلة، انما ما يتحط على النار وكل ده هينزل، طبعا الجزر هينزل ميته وهيستوى فيه وهيخس وهيقل خالص. هنا بقى عندي هنا كوبايتين من العصير مركز اللي احنا عصرناه بتاع البرتقال. طبعا هنا انا زودت كمان عليه هنا كمان كوباية برتقال، وكمان البشر بتاع البرتقال. حطيت كل ده على بعضه ورفعته على النار. طيب انا لو انا عايزه اعمله على مراحل مفيش مشكله، وممكن كمان تضيفي عليه كوبايه ميه، بس مش هيحتاج ميه لان الجزر لسه هينزل ميته. فشايفين هنا بعد ما رفعته على النار كده وبدأ يدخل في الغلي، السكر بتاعنا داب مع عصير البرتقال بقى مع الجزر كمان كان داخل خلاص، يعني ايه، نزل المية بتاعته. فما شاء الله كانت ريحته اصلا هو كده الوقت كده على النار كانت ريحته جميلة جدا جدا جدا. طبعا كلنا عارفين ان مربى الجزر كلها فيتامينات، وكمان اخد كمان معاه البرتقال، يعني مفيد جدا جدا. شايفين هنا خلاص كان داخل خلاص على السوا. حبيت اعمل له اضافه كمان معلقه صغيره من القرفه، عايزه تستغنى عنها استغنى عنها، بس بتديلها ريحه جميله جدا. ونص معلقه كده او ربع معلقه من القرنفل. طيب انا ما بحبش القرفه والقرنفل، عادي مفيش مشكله خالص، استغني عنهم، بس دي بتدي كمان تركية حلوه قوي للمربى الجزر. هنقلبها كده مع بعض وهنسيبها بقى على النار تعقد. وكمان انا ضفت عليها عصير ليمونه علشان الليمون مادة حافظة. طيب انا عايزة اضيف ملح ليمون، احط قد ايه؟ احط ربع معلقة من الملح الليمون. شايفين هنا خلاص كان عقد معايا. فهنا هطفي عليه النار. انا كنت سايبه عليه النار هاديه وسبتها بقى براحتها، يعني تقريبا قعدت ساعتين. لو انت معليه عليها النار وكل شويه تقلبيها هتقعد معاكي ساعه، بس انا كمان هديت عليها النار وسبتها. هنا بقى المربى شايفين قوامها عامل ازاي؟ ده تاني يوم بالليل على فكره. بقات التصوير ده انا كنتش فاضيه ان انا اصورها ساعه ما كانت عملت، اما استوت فسبتها لغايه تاني يوم. فطبعا ما شاء الله الاولاد كان عندي اكلوا منها. فالف هنا وعافيه ليهم، هم حبوها وكمان بياكلوها وهي سخنه. معايا هنا البرطمانات، طبعا البرطمانات تكون متعقمه حلو، يا اما تحطها في ميه سخنه يا اما تحطيها في قلب الفرن وتسيبيها وتطلعها وتعبيها البرطمان يبقى دافي. ومربة الجزر تعبي فيها على طول وتكبسيها بحيث ان ما يبقاش فيه فراغ فيها. الفراغ ده والهواء بيفسد المربى بتاعتنا. شايفين انا بحاول انزلها تحت وما خليش فيها اي فراغ خالص. اعملي لاولادك الحاجات دي في قلب البيت، هتفيدك جدا جدا، خصوصا ان احنا في الشتاء والاولاد ما شاء الله بيجوعوا بسرعه.
الشتاء او البرد عايز اكل ودفى، فاعملي لهم ده في قلب البيت. كيلو ونص جزر ب5 جنيه، على كيلو ربع مثلا او كيلو ونص برتقال ب5 جنيه، 10 جنيه. السكر موجود عندك من التموين، فاعملي لاولادك كل الحاجات ديت هتلاقيها موجودة عندك وهتوفر معاك جامد جدا. شايفين ما شاء الله كان طلع لنا كمية حلوة. شايفين الكمية دي كلها من 3 كيلو جزر. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم، وفيديو خفيف كده واستفدتوا منه. حتى لو انتوا عارفين تعملوا مربى الجزر، في ناس كتير ما بيعرفوش يعملوها. في نهاية الفيديو اترككم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.